لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 855 لەوانەکانی تەفسیر قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والخوشویستان و کلوانی رابرج لخزمة دوات پیروز دابوین که خواهی گور باز لو عهد و پیمانه دکا کوا لبنی آدم ورجیرایه کاتێک کەوا لە پشتی بابمان ئادەم بووین عەلەیهی السەڵات وەسەلام خوای گەورە خۆی پێمان ناساندی و ئێمەش هەموو شاهێدیماندایە. ئیتر خوای گەورە باز لەو عهد و پەیمانە دەکاتن تاوەکو کەسێک ڕۆژی قیامەت نەڵێ ئەمن بێ ئاگا بووم لەو عهد و پەیمانە. ئیتر وەکو باسمان کرد بەگشتی مفەسسیرین بە دوو شێوە ئەو ئاتیان لێک دایتەوە. شێوازی یەکەم کە کەمێکمان لێباس کرد بوو کە زۆرێک لە مفەسسیرین لەوانە هەتا ئیبن کەثیریش ڕەحمەتخوای لێبی لە تەفسیری قاسمی و هەروە لە تەفسیری سعدی ئەو های لێک دەنەوە کەوا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا واتە جیل لە دوای جیل خوای گەورە کە بەنی ئادەمی خەڵق کردیە کاتێکەوە ئەو ئینسانە دەبی ئەو ئینسانە بە ئەو ئاەتانەی کەوا لە نەفسی خۆی لەو بوونەوەرە هەیە وەکو ئەوەیە کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا بەو ئاەتانە خۆی پێدەناسێنی ئەویش شاهێدی بە زمان حاڵی دەدا کە هەر ئەتوو پەروەردگارمانی یا رب العالمین. ڕەوجا وەکو ئەوانەی کەوا ئەو ئیتیزاهی یەکەم بەو شێوازە یەکەم کە تەفسیری دەکەن لەوانە وەکو ئیبن کەثیر دەڵێ وەئەمە الأخبار المرویە، بەڵام ئیشارەت بە شێوازی لێکدانەوەی دووەم دەکاتن کە ڕەدی دەکاتەوە ئیبن کەثیر دەڵێ وأما الأخبار المروية في إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام. بەڵام ئەو خەبەرانەی کەوا باس لەوە دەکەن کە ذریەت و نەوەی لە صلبی ئادەم دەرهینە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا لە مەشهەدێکدا وتەکلیمیه تعالى إياهم ونطقهم. ئیتر خوای گەورە ذریەت و نەوەکەی هەمووی لە پشتی ئادەم دەرهینە لە موقفێکدا قسەی لەگەڵ فەرموونە ئەوانیش نطقیان کردیە پاشان ثم إعادتهم إلى صلب أبيهم پاشان گەڕاندراینەوە لە بۆ صلبی بابیان ئادەم. دەڵێ ئەو ئەخبارانە فغەیر صحیحة الإسناد، دەڵێ ئەو خەبەرانە ئەو حەدیثانەی کەوا لەو بارەیەوە هاتیە دەڵێ سەنەدیان صحیح نییە. وما حسن إسناده منها أو كوا سندكشي تاكبي فغير صريح في ذلك. أجد بصراحة باس لوناك بل هو أقرب إلى ألفاظ الآية بل كزياتر دفرمين الزيكلة لفظ آتكان وكو إنزاد الله طبعا عفوا لتفسير قاسمي بو أو زاد الله وكو ابن كثيرش رحمة خوالي أو هايرون كردي توا. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد فطرهم على التوحيد. كواتا دڵێ مسألة كتسير لردا واتا خواي گەورە سبحانه وتعالى دەفەرمێ لەو ئاەتە خەڵقیانی کردیە لەسەر قەزیەی تەوحید و خواپەرستی واتە بە فیترەت و طەبیعەتی خۆیان وەکو لە ئیشارەت بە حەدیث پێغەمبەریش کرا صلی الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كواتا هر بطبيعتي خوي أو إنسان خوي يقول واي خلق كردي بطبيعتي خوي خواناسا بطبيعتي خوي دزاني
خوایەک هەیە سبحانه وتعالى کە خەڵقی کردیە مالکە مدبرە هەر ئەو خاشیانی پەرستنی هەیە. وقالوا ومعنى أشهدهم أي أوجدهم شاهدين بذلك كواتا ابن كثير شر بابلين تأييدي توجيهي يكم دكا لليقدانوي آتكي ويكوا خواي قور خلق يعني كرديا شاهدي بيكتا پرستی ددن قائلين له حالا وقالا كواتا بزمان حالي خويان وهروها بزماني قصة كردنشان شاهدي ددن كالله خالق مالك مدبريانا. والشهادة تارة تكون بالقول كواتا در شاهدي دانش هندك زاد بزمانة وكل سورة الأنعام خواهي قول فرمي كسانك وأهل جهنم خواهي قول إقراريان بيدك بيغمبران نهاتن بتان ترسين لو رجا أوانج لزمني ورمدان وكان درين شاهدنا على أنفس شاهدي ما لسا نفس خوان دا كوا بالي بيغمبران هاتن كواتا الشاهدي دان جاري واهي بزمانة وتارة تكون حالا جاري واشي بزمان حالة نك بزماني مقال بزمان حال زمان حالي أو كسر شاهدي دا وكل سورة التوبة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر كواتا مشركة كان لبيان نهاتية مزقوتا كان إخوة آودان بكانوا وبناي بكانوا زمان حاليشان شاهدي بكفر ددا زمان حاليا شاهدي بكفر ددا كواتا أي حالهم شاهدون بذلك لأنهم قائلون ذلك كواتا هندك زار بزمان حال الشاهدين هندك شان بزماني مقالة. وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد لسورة العاديات خواهي قوله كباز الطبيعي إنسان دكا خواهي قوله إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد واتا كنود واتا دائما ناخوشيكان لبرتساو همو نعمتكان لبير ذكا وإنه على ذلك لشهيد بخوش شاهد لسرو حالتي خوي أوشيان دلي أو شاهدي دانك وإنسان شاهد لسر خوي بزمان ونالي بزمان حالكي وادلي. كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كوات الشاهدي دان هنزار بزماني لسان أو ابن كثير رحمة الله عليه وهروها هندك زاريش بزمان حالة حتى سؤال كرنيش دلي بهمان شيء وهندك زار بزماني لساني مقالة هندك زاريش بزماني حالة عويش وكو لو أنا دفن وآتاكم من كل ما سألتموه لسورة إبراهيم دلي خوي سبحانه وتعالى دفن وآتاكم من كل ما سألتموه همو أنا أنقول دعواتان كردي خوي بيتاني بخشيا همو تان دعوة كردي بزمان حال تان دعواتان كردي مثلا شيء هي داوای نفس لخوای گەورە بکە مع العلم بزمان حال من ئێمە داوا لە خوا دەکەین کە خوای پێویستمان بە نەفەسە نەفەسمان پێ بدە لە بۆ نمونە کەواتە لێرەش عینی سوئال و داواکردنیش هەندێک بە زمان حاڵە هەندێک بە زمانی مەقالە و شاهدیدانش بە زمانی حاڵ و بە زمان کەواتە لێرەدا ئیبن کەثیریش ڕەحمەتی خوای لێ بۆکو قاسمی ئیشارەتی پێدا دەڵێ زیاتر با بڵێن تەئیدی ئەو تەوەجوهە یەکەم دەکاکەوە وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واتخواي قوران نوي بني آدمي جيل لدواي يك خلق كردية إيتر حركاتك والدايك دبن أنا بزمان حاليا شاهدي ددن بوي كوا خواي قور پروردگاريانا أو اتزاهيكم ولأضواء البيانش كاتك وباز لو آتا ذكاد فرمي أو آتا في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء كواتدو بدوش ولا ذاته تفسير آية هردوشي زانرا ولا زانايان يكميان أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن كواتا عند فرمي توجه يكم وكو إشارة ما بيدا كوا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإيجاد قرن منهم بعد قرن وتجيل لدواي جيل خواي سبحانه وتعالى دينهن توجود وإنشاء قوم بعد آخرين قومك لدواي قوميش كدين يتر هرواب ولا آدم وهتاكو استا عليه الصلاة والسلام هروكو خواي لسورة الأنعام دفن كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كوات أنجو خواي هر جيلك مخاطبي دك أنجو ما دروس كرديا لا جيلي بيشو خوتان لدوان قوش بوشوي ديتن إتر وعلى هذا القول فمعنى قوله وأشهدهم على أنفسهم كوات خواي قولة
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كتخواي جور زيل لدواي زيل خرج كذا لبني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كاتلير المعنات أو هاي لدي أن إشهادهم على أنفسهم شاهدان إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده كواتا كشاهدان وأشهدهم على أنفسهم أو يكوا بو آيتاني لو كونوا بون وريه لعارد أسمان ولنفس خومان ولهم أوشتانا شاهديان لسرددا كوا خواهي قورة سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر وانا لو الله مشتان كوان دلن قالوا بلى أي قالوا ذلك بلسان حالهم بزمان حاليا هم شاهدين بلى أتبر وردقار ماني يا الله لظهور الأدلة على بروي بابلين بلغا كان زور ظاهر لو بابتي واحتج من ذهب إلى هذا القول حجي أو كساني كوا أو تفسير إذا كان بأن الله جل وعلا جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافل أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم كواتا بلقي وجدلن ليقدان وآتك ويكوا زيل لدوازي الخلقيان كذا هلق لوانش كوالا دايق دبيتن أو هم آتاني كوالو بون وري ولا نفسي خوي هي شاهدي لسرددا كوا الله پروردگارتي أويش بزمان حالي دلي بالي الله پروردگار ما دلين بروي لتوكري آتك ولا آتي دواتري خوي قردكات حجة للسريان بوي كوا نخو كسيق لنقو بيتن روجي قاتل بلا أمبي آقابهم لو شاهدي داني خوام ياخذ بلا أخباب بابيران مسر الشريك بمأمنج لدواي أوان رويشتيما يتر أوان دلين لو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق وهم في سورة الذر لما كان حجة عليهم دلين أجر أو شاهدي دانا بيك وبالتوجه دوم لك دلت بويك وأخواي جورة لبني آدم يعني لبشتي آدم عليه الصلاة والسلام همون وزريتك درهنا لمشهدك ده بشوي كوادين دواترش حديثك باز دكين لبشوي شي زور قتك تنها أرواح بون أبدان نبون إيتر خواي جورة قصي لقل كردن خوي بيناساندن أوانش همويان قوتيان قالوا بلا تان بلا أتو پروردگار ماني دلين أجر بوليك دانوي بي تنكوا للروجك خواي جور ميثاقي لهم أرواح كان لبشتي آدم ورقرتيا دلين لما كان حجة عليهم أو نابت حجة لسريان لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجودهم لبروي كاتك وديت وجود هيت كسيق أو عهد أو روجي لبير نما كخواي جور أو عهد بيمان لورقرتيا كلبشتي باب آدم بوا وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه هر كسي كاشتك علمي بينا بينا بتحجة للسري فإن قيل إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته هر أوان لدرجة خسكان باش مادام پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كاتينا أو عهد بيمانيان ببير دين النوا وكافر بو ثابت بلا سريان هر أوان لولام دادله وكو ابن كثير دله الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره لذلك أواني مشركان همو أوشتاني كوالا ريقاي پیغمبران هاتا لزمن أو عهد بيمانش كوالا بمان دجارنو أوان همو يان بيراستنيا وهذا جعل حجة مستقلة عليه فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد كواتا دلين لا كواتا أو توجه دوام راسنية أو ابن كثير أو جماعتي وادلين دلين كواتا ليك دانوي دوام دروسنية بني والله روجك لروجان خواي قورا عهد فيمان لهمو روحا كان ورقتك كاتك ولا باشتباب ما آدم بوينا لبروي همو لبيريان كده وكده بتحجة لسريان لا أو عهد فيمانا بريتلوي كوا خواي قور زيل لدواي زيل كخلق كده هذه يقلوانا كاتك واتا وجود بو بلغاني لوجود هيا لآيات كان خواي قور هموي خواي قور خوي بيان دناسيني آنش هموي إقرار لكن كبالي خواي قور سبحانه وتعالى أنت ربنا أول أضواء البيان باس توجهي كمي كدو باس حجة وبلغي أواني شكر واعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية طالب رام بزانة
وجهي دوم لقدانوي دوم لبو أو آتأوي أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في سورة الذر. خواهي قوله همون وكاني آدمي لبشتي بابيان درهنا في سورة الذر واتا لسر شيوي ذر واتا ميرستاني قسكا يعني أوندا قسكبون. وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال كواتا خواهي قوله سبحانه وتعالى الشاهدي لسردان بزماني مقال نوك بزماني حال كوا آيات كان نشان دا بلكو خواهي قوله آياتك خوي بي ناسان دنو بزماني مقال بياني ألست بربكم أديم پروردگار تانيم كواتا أوانيش بزماني مقال جوابيان دا وقتيان قالوا بلا فاشان ثم أرسل بعد ذلك الرسل فاشان كأو إنسانانا هر يقلوانا لپشتی بابیان پاشان جیل لدوای جیل هاتین وجود پاشان لبو هر جیلک خوای گور پیغمبری ناردیه علیه الصلاة والسلام مذكرة بذلك الميثاق أو عهد پیمانیان ببیر دین تو لرجای پیغمبران الذي نسيه الكل كهر هميان كرداك دبن أو عهد پیمانیان لبیر نمايا ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له هیچ لەوان لەدایک نابی ئەوعد پەیمان لەبیر مابیتن بەڵکو لە ڕێگای پێغەمبەران بەبیران دێتەوە وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. بەڵام کاتێک کە پێغەمبەران پێیان دەڵێن عەلەیهی سڵاو وسەلام کە ڕۆژێک لە ڕۆژان خوای گەورە ئیقراری پێکردینە کەواتە ئەوە یەقینەن ڕوویدا وەکو باقی ئەخبارەکانی دیکە کەوا لە ڕێگای پێغەمبەران خوای گەورە باز دەکات لە بۆمان. ئیتر ئەوە تەوەجوهی دووەمە پاشانیش دیارە تەفاسیلی زۆر زیاتر تێدا لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوانی خوای گەورە لەوانی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.